النهاردة هكلمك عن أكتر 10 مشاكل هيواجهوكي خلال فترة الحمل، وإزاي تتغلبي عليهم علشان تعدي ال9 شهور بتوعك بسلامة وبأمان وتعدي فترتك على خير. حقيقة انه معظم السيدات بمجرد ما يعرفوا ان هم حوامل بيفرحوا وبيتبسطوا والعيلة بتزقطط وهكذا، لكن بتلاقي نفسك دخلتي في سكة انتي ماشياها لوحدك بتعاني فيها من مجموعة حاجات بتفضل مصاحباكي طول ال9 شهور. فلو معرفتيش تتعاملي معاهم صح، يا اما المعاناة هتكون كبيرة جدا، او لو عرفتي تتعاملي معاهم صح ففترة الحمل هتكون فترة سعيدة جدا بالنسبة لك. المشاكل اللي هتكلم عنها النهاردة دي مشاكل طبيعية جدا وبتحصل في الجسم بسبب تغيرات فسيولوجية على رأي رمضان عالمين أبو العالمين حمودة. قد تبدو غير مريحة لكنها في الواقع طبيعية جدا بسبب نمو الجنين وتطوره جوه البطن. فهي حاجات مش خطيرة ومش أمراض، ولكنها نقدر نقول عليها عوارض جانبية للحمل. فبالتالي محتاجة ان انت تتعرفي عليهم وتتعرفي اكتر ازاي هتتعاملي معاهم علشان الامور تعدي معاكي بسلام. قبل ما ابتدي الفيديو بفكرك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. نبتدي مع المشكلة الاولى وهي الغثيان والقيء. ستات كتير بتعرف انها حامل من خلال الشعور بالغثيان والقيء الصباحي، واللي بيكون عرض بيظهر في اول الحمل وبيبتدي يختفي تدريجيا بعد الاسبوع ال12 من الحمل. والدراسات بتقول انه ملوش خطورة على الطفل، بالعكس ده بيقلل من فرص الاجهاض، وهو عموما شعور بيهاجم الست الحامل في اي وقت خلال اليوم. عشان كده بينصح دايما ان الام تاكل وجبات صغيرة خفيفة علشان ما تبقاش في حمل على المعدة، وفي نفس الوقت المعدة ما تكونش فاضية فشعور الغثيان بتزيد. احنا هنا بنتكلم عن سناكس الصحية زي المكسرات والفواكه، وطبعا بننصحك تبعدي تماما عن الأطعمة اللي ليها ريحة قوية وممكن تكون مزعجة. وعشان تتغلبي على غثيان الصباح بننصحك انك اول ما تصحي من النوم تاكلي اي نوع من انواع المخبوزات المقرمشة. يعني باختصار كده تحطي جنب السرير، ودي مش مبالغة، علبة مقفولة فيها مثلا شوية بقسماط مملحين او باتون ساليه. ده هيخلي شعور الغثيان افضل كتير خلال ال12 اسبوع اللي بنتكلم عنه. تاني مشكلة صحية وهي الحموضة. أكتر عرض في الحمل بيطارد السيدات هي الحموضة، والحقيقة إن سببه مش شعر الجنين زي ما الناس بتقول، ولكن نمو الجنين واللي بيشكل ضغط على المعدة وبيكون سبب في إحساس الحرقان اللي بيكون مع الحموضة طول الوقت تقريبا. فعلشان تخففي من أثرها بننصحك إنك تقسمي الوجبات وجبات قليلة. كان الدكتور دايما يقول كلي كل ساعتين، بس ما تاكليش على مسافات طويلة كميات كبيرة. وطبعا تندغي الأكل كويس جدا وتبعدي تماما عن الأكل الحراق والمقلي واللي فيه توابل كتير، وتستني ساعة بعد الأكل لو فكرتي تنامي. كمان في أدوية معينة بتقلل إحساس الحرقان أو الحموضة، ممكن تسألي عنها الدكتور بتاعك لأنك هتحتاجي تمشي عليها الوقت كبير جدا، خاصة في الشهور الأخيرة. تالت مشكلة وهي الإمساك، والحقيقة إن دي حاجة ملهاش علاقة بأكلك قد ما ليها علاقة بارتفاع معدل هرمون البروستروجين خلال الحمل، وده من مسببات الإصابة بالإمساك واللي ممكن يكون له أثر سلبي على الحامل. وبعد الحمل كمان لو ما تمش التعامل الصحيح مع مشكلة الإمساك بتعمل للأسف مشاكل مزمنة بعد كده. بننصحك إنك تاكلي أكل غني بالألياف وتشربي سوائل باستمرار. رابع مشكلة هي آلام الظهر، ودي عرض أساسي في الحمل بيظهر بوضوح في النص التاني من الحمل، وبيكون نتيجة طبيعية لزيادة وزن الجنين وزيادة الضغط على العضلات والأوردة. عشان كده أفضل شيء هو تجنب شيل حاجات تقيلة، وإنك تنامي على ظهرك لما تحسي إنك تعبتي، وتبعدي عن الوقوف لفترات طويلة خلال اليوم مع ممارسة رياضة خفيفة عشان تريحي عضلاتك. ممكن كمان تعملي مساج من فترة للتانية على ظهرك. خامس مشكلة وهي انتفاخ القدم والإيد. خلال الحمل بيقوم جسمك بإنتاج سوائل ودم أكتر بهدف تغذية الجنين، والموضوع ده بيظهر جدا خلال التلت الأخير من الحمل.
عشان كده بننصحك انك ترفعي رجلك من على الارض لاطول فترة ممكنة، وتتجنبي الجزم اللي كعبها عالي او الضيقة والبناطيل او الشرابات الضيقة. سادس مشكلة، ودي امهات كتير ما بتاخدش بالها منها، وهي انسداد الانف. طول فترة الحمل، وخصوصا كمان برضو في الشهور الأخيرة، بيبتدي يظهر عرض غريب شوية. في ناس بيظهر معاهم من الشهر التاني، وفي ناس بيظهر معاهم بعد كده، وبيزيد مع التقدم في الحمل، وهو شعور ان مناخيرك مسدودة. وده مش برد ومش جيوب أنفية، ده ارتفاع هرمون الاستروجين بيسبب تورم الأوعية الدموية الصغيرة في الأنف. لذلك بننصحك انك تتبعي أساليب طبيعية في مقاومته، من خلال استخدام مية البحر اللي هي رذاذ الأنف الطبيعي، ودي متوفرة في الصيدليات، أو ان انت تعملي غسول للأنف عبارة عن مية دافية بكمية ملح صغيرة، الكوباية الواحدة عليها حوالي ربع معلقة ملح. سابع مشكلة، وهي التشنجات. طبيعي جدا انك هتحسي ببعض التشنجات في محيط بطنك وكمان في الرحم، كنتيجة طبيعية لتغيراتك الهرمونية والجسدية في الحمل. أفضل طريقة تتعاملي بيها هو الاسترخاء، ممارسة رياضة خفيفة زي رياضة التمدد. لكن لو حسيتي ان الألم بيزيد ومش محتمل، فده يخليكي تتوجهي فورا للطوارئ، لأنه ممكن يكون علامة على الإجهاض أو انفصال المشيمة عن الطفل. تامن مشكلة، وهي متاعب في المثانة. هتلاحظي مع تقدم حملك ظهور متاعب في المثانة، خصوصا لو ضحكتي أو اتحركتي فجأة أو جالك كحة لا قدر الله. ممكن يتسرب كمية بسيطة من البول، ده شيء طبيعي، لأنه عضلات المثانة بتسترخي أكتر استعدادا للولادة، أو حتى راس الجنين بتكون ضغط على المثانة، وده عرض بيختفي بعد مجموعة أسابيع من الولادة. وهتلاقي نفسك بتحتاجي تدخلي الحمام باستمرار، خصوصا بالليل. عشان كده بننصحك حاولي تقللي من شرب السوائل بالليل على قد ما تقدري، وتنامي كويس، وتمارسي تمارين كيجل واللي بتساعد على قوة عضلات المثانة. تاسع عرض، وهو الأرق. الأرق بيظهر في التلت الأخير من الحمل بالذات، بسبب قلة النوم وصعوبة وجود أي وضع مريح ليك. هتنامي يمين، هتنامي شمال، هتنامي على ظهرك، طبعا مش هتعرفي تنامي على بطنك. كل ده بيحسسك أحاسيس مش حلوة، فبالتالي وقت النوم بيكون قليل. عشان كده بننصحك تشربي فنجان من الكاموميل، وتسمعي موسيقى هادية، وتحاولي تاخدي دش دافي، ده هيساعدك إلى حد ما على النوم. عاشر حاجة وآخر حاجة، هو التعب والإرهاق المتواصل. كل التغيرات الجسدية والهرمونية اللي في جسمك هتخليكي طول الوقت حاسة بتعب وإرهاق. كل دي مشاعر طبيعية جدا، خاصة لو أخدتي وقت كافي من النوم والراحة. ده هيخليكي يعني الشعور ده مش هيروح، ولكن هيخف أكتر. وبننصحك ان انت تبعدي عن مسببات التعب على قد ما تقدري، ما تبذليش مجهود فوق طاقتك، ما تمسكيش الشقة تشقلبيها. لو حسيتي ان تعبك غير محتمل، بنصحك ان انت تستشيري الدكتور فورا. الفيديو ده كان عن اكتر 10 متاعب بتواجه الحامل خلال فترة الحمل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد، وتابعيني دايما اكلمك عن حاجات ليها علاقة بالحمل والولادة وتربية الاطفال. شوفك دايما بكل خير.